ليه نشتريها من بره واحنا ممكن نعملها بمكونات بسيطة جدا وسهلة؟ قبل ما نبدأ الفيديو حبايب قلبي صلوا على النبي، ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي بقى؟ اهو بكيلو من الدقيق عملت كمية حلوة جدا. الاولاد طلبوها مني، قالوا لي يا ماما عايزين قرص زي اللي في الفرنة بالجبنة. اول حاجة نصلي على النبي قبل ما نبتدي الفيديو بتاعنا. كيلو من الدقيق منخول كويس، عليه باكو من الخميرة الفورية، وعليه 2 من الفانيليا، دي المواد الجافة. وبعد كده معانا السمنة بتاعتنا اهي، زي ما انتوا شايفين كوباية من السمنة سيحتها، وهحط عليها نص كوباية زيت. معانا الكوباية اللي جنبها دي كوباية الا ربع مية فيها معلقة سكر دوبتها. ومعانا على جنب زي ما انتوا شايفين كده كوباية من الزبادي البلدي. اول حاجة نصلي على النبي، نبتدي بقى بسم الله. هنحط السمنة بتاعتنا بالزيت على الدقيق اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي. واللي وصل هنا ما ينساش يحط اللايك ومتابعة للمراحيم فضلا وليس امرا يا حبايب قلبي اهو. بعد كده هنقلب الدقيق والسمنة في بعضها، هندخل السمنة جوه الدقيق. طبعا المكونات بتاعتنا بسيطة جدا، هكتبها لكم في اول تعليق برضو علشان تبقوا واخدين بالكم. وسهلة وجميلة وطرية، وكانت جميلة جدا. ومعلش الحاجة غليت بره يا جماعة، فلازم على قد ما نقدر نوفر معاه نوفر احتياجاتنا، والاطفال برضو ما نحرمهمش من اي حاجة. هنفضل نبث في الدقيق بتاعنا كده لغاية ما نغلف الدقيق بالسمنة. انا عملت معاكم القرص كتير قبل كده، بس حبيت اوريها لكم مرة تاني وتقولوا لي رأيكم في التعليقات. ايه رأيكم في الجمال والحلاوة؟ بوريكم اهو، بصوا فضلت ابث فيه. طبعا تبث فيه لغاية ما يوصل للقوام اللي انتوا شايفينه قدامكم كده. لو انت عايزة تحط سمنة اكتر من كده حطي. دلوقتي بعد ما بسينا الدقيق في السمنة، حطينا كوباية الزبادي بتاعتنا، وحطينا كوباية المية الا ربع اللي هي بالسكر زي ما انتوا شايفين كده قدامكم اهم يا حبايب قلبي. كل حاجة انا عاملاها ومبطئة الفيديو علشان شوفوا كل حاجة بالتفاصيل. طبعا الدقيق بتاعنا احنا هنحط المية شوية شوية. انا حطيت الكوباية الا ربع الاولانية، ورجعت مليت كوباية تاني، برشرش منها شوية بشوية علشان العجينة ما تسيلش منك، وما تبص في ايديكي حرام. حاجة غالية يا جماعة، واحنا بنعمل على قد ما نقدر نوفر مع في البيت شوية. وعلى فكرة مش توفير بس، توفير وطعم وجمال. والله القرص دي ما قعدتش اهي. الكوباية معايا لسه، طبعا دي تاني كوباية. برشرش شوية بشوية كده زي ما انتوا شايفين. كل ما احس العجينة في ايدي محتاجة مية احط اهو زي ما انتوا شايفين كده. انا يعني استعملت كوبايتين ونص مية. انت شوفي العجينة اللي في ايدك والدقيق اللي في ايدك هيحتاج لو حبيتي تزودي سمنة عن كده، كل ما هتزودي سمنة كل مش هتحتاج مية. بس انا العجينة بتاعتي جميلة جدا وطرية زي ما انتوا شايفين اهو. بصوا الجمال والحلاوة، قطنية وجميلة جدا. كانت جميلة في ايديا بصراحة، وما شاء الله عليها. ما خدتش نص ساعة وخمرت على طول اهي. بوريكم النعومية والجمال. وانت كمان كل ما تعجني في العجينة كل ما تطلع منك جميل. كان نفسي اوريكم جمال وحلاوة العجينة وهي خمرت، بس معلش ما جاتش في الوقت ده. طبعا انا قطعتها قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين كده، وبعملها زي ما انتوا شايفين كده اهو، عشان اعملها باتيه صغير كده زي اللي بتيجي في الفرن على قدنا بقى يا جماعة كده. حاجة بسيطة كده قطعة جبنة اهي. عايزه جبنه، دي جبنه شيدر، عايزه جبنه شيدر، جبنه بيضه، الجبنه اللي انت بتحبيها واولادك بيحبوها حطيها في قلب في قلب الباتيه. اللي وصل معايا لهنا يدعي دعوه حلوه للمراحيم. كل سنه وانتم طيبين يا حبايب قلبي. ان شاء الله نعمل مع بعض برضو الرقاق الطري زي ما عملنا مع بعض الرقاق الناشف عشان العيد. صلى على النبي يا حبايب قلبي. وبوريكم اهو، شايفين الجمال والحلاوه اهو يا حبايبي. ايه رايكم؟ بنعمل اشكال بقى براحتنا، وحاجه طعمها جميل وكويسه جدا في البيت. والعجينه خمرت هي نص ساعه عشان احنا في الصيف يا حبايب قلبي. وبعد كده لما تشكليها تسيبيها حوالي من 5 ل10 دقايق. انت عينك تبص على العجينه اهي. بوريها لكم، بص بعد ما سبتها خمرت ودخلتها الفرن اهي. ما شاء الله على الجمال والحلاوه، كانت جميله جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله.
ما تنسوش ذكر الله وسبحان الله وصلوا على النبي يا حبايبي كتير، يفك اي كرب. ربنا يرحمنا برحمته يا رب الواسعة، ربنا يغفر لنا كلنا يا رب ان شاء الله. ومع السلامة، مع الف سلامة يا حبايب قلبي.